ليه نجيبها من بره وهي رخيصه وسهله في البيت؟ ممكن نعملها باقل الامكانيات ومنتهى البساطه. الطحينه كلنا بنحبها وبنستخدمها كتير في البيت، وبنشتريها من بره غاليه جدا. تعالوا لكم على الطريقه. نعمل علبتين زي ما انتم شايفين كده، يقعدوا معانا فتره ونستخدمهم براحتنا من غير ما نجيبهم من بره بسعر غالي. تعالوا اقول لكم على الطريقه. اهلا بكم في قناتي تجربه ايمي. هنعمل مع بعض النهارده الطحينه اللي بنحبها كلنا وبناكلها مع كل الحاجات تقريبا. نحطها على الفول، ناكلها مع المشويات، بنحطها بالعسل. طبعا مفيده ومغذيه وفي نفس الوقت اقتصاديه. ممكن نعملها في البيت. على فكره هي بره غاليه واسعارها فعلا غاليه جدا، اما في البيت الموضوع مش صعب. ممكن بمكونات موجوده في البيت او نجيبها من العطاره توفر معانا، تدينا كميه حلوه ونبقى عاملينها نظيفه وواثقين منها ومن جودتها. زي ما انتم شايفين هيبقى كوبايه سمسم مطحون زي الرمله كده، زي ما انتم شايفين، لا ناعم قوي ولا خشن قوي. كوبايه كبيره السمسم المطحون، وكوبايه كبيره سمسم مش مطحون الابيض، ونص كوبايه سوداني. طبعا دي اختياري بس بتخلي طعمه حلو جدا طبعا السوداني، وكوبايه زيت. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه كوبايه الزيت دي هحط نصها في الخلاط. هنحط نص الكوبايه كده في الخلاط وهنضربهم، نديهم كده ضربه في الخلاط. هنديله كده خلطه لغايه ما يبقى لونه ابيض زي ما انتم شايفين كده. شايفين لونه بقى عامل ازاي؟ بقى لونه ابيض بعد ما ادينا كده ضربه في الخلاط. ماشي، هنحط كل المكونات على بعض. طبعا المفروض نحمرهم شويه على النار عشان نطلع منهم الرطوبه، بس انا كنت مستعجله بصراحه، ما عنديش طحينه وعايزه اعمل طحينه فما عملتهمش على النار. دلوقتي كل المكونات على بعض، السمسم المطحون والابيض وعليهم السوداني، ونقلبهم مع بعض كده ايه عشان يختلطوا مع بعض، عشان هنزل في الخلاط بيهم. على فكره احنا الكوبايه حاطين نصها زي ما انتم شايفين وفاضل نصها. ممكن نحتاج اكتر من كوبايه مش مشكله، على حسب ما تحتاج معانا الطحينه. دلوقتي هننزل بالسمسم اللي احنا قلبناه مع بعض في الخلاط. نشغل الخلاط، ودلوقتي هبدا انزل بالزيت على الخلاط من فوق كده زي السرسوب. يعني حاجه بسيطه خالص كده اهو، حبه حبه، ما تحطش مره واحده الزيت. انا فتحت غطا الخلاط اللي فوق اهو زي ما انتم شايفين، وهشغل وهنزل عليه كده بالسرسوب. بصوا سرسوب كده بسيط، وكل ما احس ان هو محتاج هديله تاني. ما تتحطش مره واحده على فكره. شايفين الشكل بدا يسهل معايا ازاي؟ دي النتيجه بعد ما اتخلطت. لكن انا بيبقى في عندي دايما مشكله مع اولادي ان بيحسوا طعمها مختلف عن طحينه بره. فالتركه اللي هتخلي لكم طحينه البيت زي طحينه بره بالظبط ان احنا هنزود لها دقيق. هنحط معلقه، لان بره اصلا ما بيبقاش كله سمسم 100%. طبعا السمسم غالي فبيجيبوا حاجات يدوبك يحطوا منها عينه وبيكملوا الباقي بالدقيق. فانا هحط نسبه دقيق عشان تاخد نفس الطعم اللي بنجيبه من بره بالظبط. دي معلقه، هما بالظبط معلقتين، وهرجع اضربهم تاني في الخلاط. دلوقتي بعد ما الخليط سخن معانا شويه هحط لهم تاني سن دقيق. ودي كده النتيجه النهائيه، ودي الطحينه بتاعتنا. قوامها جميل وريحتها حلوه قوي على فكره جدا. شوف عندي بقى اي علبتين فاضيين كده مغسولين ونضاف ومتنشفين، نبدا نعين فيهم الطحينه. جبتهم علبتين ازاز مغسولين ونضاف، وابدا انزل بقى فيهم بالطحينه. بسم الله، عشان يتشالوا وقت ما نحب نستخدمهم نطلعهم من التلاجة. ودي العلبه التانية. ما شاء الله عملت لي علبتين حلوين. انا لو هجيبهم من بره هيبقوا بمبلغ، هما كمان اكتر من علبتين ما شاء الله.
شايفين الجمال؟ ولا نجيب الحاجه من بره وبسعر غالي وما تكفيش. دي لما تتساب اصلا حبه في التلاجة تبدا تتقل، هناخد منها المعلقتين نعمل بيهم طبق سلطه الطحينه. يعني دول هيعملوا كمان معانا لما يتعملوا بقى بالليمون وبالخل ويتظبطوا، هيبقوا طعمهم اجمل وهيبقوا يدوني كميه كمان اكتر. شايفين الجمال؟ سهله مش صعبه، ما خدتش معايا وقت، حاجه اقتصاديه من البيت وتكفي معانا الفتره بدل ما نشتريها من بره بالغالي، وممكن نعملها في البيت بكل سهوله وكل بساطه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد.